قصة عبد الرحمن العديمي الذي ضاع بالغابة وفلتوا أصحابه، طلع الخبر كله كذب في كذب. اسمعوا. يا أبو رهيب، أنا أفدى حياتك. أنا قلت لهم إن أنا في الغابة ضايع، نشعل الترند عشان تقع لنا شهرة. بعدين يا أبو رهيب نشتغل قرعة في التهريب، وكلهم اشتوا إعلان يكرروا. عبد الرحمن العديمي، سود الله وجهك على هذه الفعلة والكذبة الذي كذبتها على الناس واستغلال عواطف الناس في شيء دني. والله ما هي برجالة، يعني الناس زعلين ومقهورين عليك لأنك ضايع في وسط الغابة وما بش معك لا شرب ولا ماء، وأصحابك فلتوك وغدروك في وسط الغابة وجالسين يدعوا لك، وكل أصحاب المحتويات نزلوا لك من فيديو من قهر وباطل عليك، والناس كلهم بيدعوا لك. والله إني دعت لك أسر داخل البيوت إنه ربي يخارجك من شر هذه الغابة، وإنك توصل بسلامة، ومريعين الخبر الذي يشوفه إنه أنت خرجت بسلامة علشان يفتهنوا. الناس مقهورين عليك، وآخر شيء يطلع هذا كله ترند وكله كذب في كذب. سود الله وجهكم. الترندات والشهرة مش بهذه الطريقة، الترندات مش بهذه الطريقة يا أنذال. الواحد عندما يطلع يسوي ترند يا أخي برجالة، اطلع يا اخي وقول لهم اشهروني واحنا حننزل لك كل احنا. اما انك تطلع تستغل الناس، انا اول واحد اقسم بالله اني زعلت عليك من داخل قلبي، ولكن سود الله وجهك.